أنا عارفة إني متأخرة كالعادة، بس كمية ناس بعتوا لي على طريقتي في الوراك في الair fryer، ويالّا بينا هاقول لكم باعملها إزاي وبكل سهولة. باجيب عندي الفراخ وباغسلها كويس أوي وباقطعها شرايح زي ما أنتم شفتوا. بعد كده بافرم بصلاية وطماطماية وفلفلاية، وكمان ملح وفلفل وبهارات فراخ بس وبابريكا. أساسي معايا ليمون، بس الاختياري إن أنا باحط خل، وباحب المزازة أوي، وباحس إن هي بتدّي taste حلو أوي مع الليمون وكل الحاجات اللي إحنا حاطينها. طبعًا مش هننسى الزيت، وبعد كده هاخد بقى عندي الفراخ زي ما أنتم شايفين كده، ودي فراخ كبيرة على فكرة، بس عايزة أقول لكم استوت وهتشوفوها آخر الفيديو عاملة إزاي. هاحط بقى التتبيلة دي جوّه الجلد وفي الفتحات اللي إحنا عملناها كويس أوي، وبعد كده هادخّلها في التلاجة ممكن ساعة لساعتين وممكن ليلة كاملة، وبعد كده هابدأ أرصها عندي في الair fryer و هاحاول كده إيه يعني لو الair fryer ضيّقة كده زي بتاعتي، أنا باعملها بشكل معيّن كده زي ما أنتم شايفين وبتضبط معايا. هاضبطها على درجة حرارة 200 والوقت بتاعها حوالي 50 دقيقة. هاقسم ال50 دقيقة دول ل25، 25 بُصّوا طلعت الوش بتاعها عامل كده، وبعد كده هاقلبها على الناحية التانية عشان أضمن نفس السِوَى زي ما أنتم شايفين كده، ودي هتبقى بقية ال25 دقيقة التانيين. عايزة أقول لكم إن هي طلعت juicy جدًا، 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 يعني الصوص تحت أصلًا في الair fryer كان تحفة، وطلعت طرية مش ناشفة خالص، يعني الفرن سبحان الله بينشفها أوي معايا، لكن الair fryer خطيرة، جبارة بصراحة. جربوها بالطريقة دي وأنا واثقة إن هي هتعجبكم. بصوا الفراخ طرية إزاي، وطعمها كان وهمي. باي باي.